كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكم في فيديو جديد تاني، وده اخر فيديو هينزل في رمضان. النهارده مطعم جديد وبلد مختلفه، والنهارده البلد اللي معانا هي الهند. ومش هنروح بقى مطعم مهراجة ولا باب الهند ولا الحاجات المشهوره ديت. انا جايب لكم مطعم اسمه الشمينار. ده مطعم كده في الادغال بتاع السبا برضه. ده مع يعني هو هنديين، صاحب المكان هندي وهو مكان هنديين ومش شغالين، هو هندي في هندي كده. فهنروح النهارده نجرب الاكل الهندي على اصوله، ونفس الكلام برضه الطبق اللي هيعجبنا نعمله لكم يوم الاحد، وده هيبقى اخر برضه حد في رمضان هننزل فيه السلسله ديت. فما تنساش تقول لي رايك في السلسله داخل الفيديو. طبعا خلص الفيديو كده قول لي رايك على هادي كده، لا مش بالراحه يعني على يعني اول مره نسافر بره او الدور وبتاع. ما تنساش تبطل لايك، شير، سبسكرايب في القناه، وكل سنه وانتم طيبين. والله جازوا للعيد بقى. هلا هلا حبيبي. وصلنا خلاص مطعم شرمينار. تعالى بقى نخش نطلب الاكل ونشوف جوه. خش يلا، يلا بينا. بس كده دخلنا طلبنا الاكل، نقلع بقى دي عشان ايه نسخن. عندنا هنا ايه بقى؟ عندنا هنا تشيكن بطن. هقول لكم الاسعار برضه في الاول عشان ايه اما اخش هنسى حاجات كتير. بص المنيو قد ايه. اول حاجه التشيكن بتر دي ب 120 جنيه. دي عباره عن ايه؟ دي ديبت فرايد تشيكن سيرفد ويز بتر، فراخ مع زبده، جينجر، جنزبيل وتوم وبهارات وكاجو، بهارات كده وكاجو وكريمي صوص. تمام. دي الفراخ دي هنجربها. انا متحمس قوي للتشيكن بتر ده. وده عيش نان. تمام. وده رز برياني. ده برياني فراخ ب 120. تمام. ودي لحمه عشان الف المنيو كبير قوي. دي لحمه قطع لحم بقري مفروم على البصل والطماطم والفلفل الاسود وتوابل الكشمير. تمام. اسمها بيف روست. بيف روست 120. بص المنيو اهو، بص عليه بص سريع كده. ده المنيو اهو. وقف انت بقى وبص عليه براحتك انت بقى، عيش انت عارف. معلش على الدوشه بس المطعم زحمه وصوت عالي. فتعالوا نبدا بقى. نخش بايه الاول؟ دي ما فين صحيح؟ دي اسمها نيوادا ب 15 جنيه. تمام. دي رخيصه هنخليها في الاخر لان انا بنضربها في الاخر دي كده. نخش بايه الاول بقى من دول؟ نخش بالبرياني. نخش على البرياني الايه عشان نغرف شويه برياني كده هنا. اقول لكم يعني نقلبه كله عشان نعرف نشوفه برضه. طبق محترم، طبق كميته محترمه واخد فراخ كتير تحت اهو. تعالوا بقى ايه نسمي اللون دول. ده بينزل معاه ليمون مخلل بتاعهم كده، شكله مختلف شكله غريب، وبينزل سلطه زبادي. تمام. ده شكل الطبق اهو بعد ما قلبناه. زي ما انتم شايفين كده ده شكل البرياني دجاج. شكله حلو، شكله حراق. تعالوا ندوق كده يلا بسم الله. الرز طعمه حلو، كاجو معاه متحمص شويه كده. ودي شكل الفراخ واخده بهارات لحد جوه جامد. تمام. بسم الله. فراخ بندق نطقه كده بس طعمها حلو. البهارات اللي معاها حلوه والبهارات وصل لحد جوه، فلا تمام. الطبق ده تمام حراق كده شويه. تعالوا بقى ناخد الزبادي اللي معانا ده، اكيد نزل عشان بره. نحطه هنا كده ونضرب كده بسم الله. حبان نسيب الدنيا كلها ونطلع لنا. بقول لك ايه، انا هفك المايك احسن واتكلم معاكم كده علشان الصوت عالي، فانا حاسس ان الصوت هيطلع مش حلو. انا ما اعتقد كده هيطلع لكم الصوت احسن يعني. الزبادي مع الرز مع البرياني احلى بكتير، بيهدي كده الدنيا وبيهدي الشطه فالطعم بيطلع احلى. نجرب بقى الليمون ده. ناخد صوص كده، هو صوص وعايزين في ليمون عامل زي الليمون المعصفر بتاعنا. شكله عامل زي الليمون المعصفر بتاعنا. نحطه برضه مع الرز ونضرب. يلا بسم الله. حلو قوي ده. الليمون ده احلى من الليمون المعصفر كان بتاعنا. الكاتشب بتاعه جامد كده ومزز وحراق شويه كده، لا واخد بهارات يعني. طعمه حلو طعمه حلو. يلا بقى نخش على بعض. نخش بقى على التشيكن بتر. اول حاجه ندوقها بالمعلقه كده قبل ما نخش لها بالعيش. هي قطعه تشيكن محطوطه في صوص كده، المفروض ده صوص زبده يعني. يلا ندوق بسم الله. الله حلو قوي. فراخ طريه جدا. الصوص اللي معاه ده كريمي كده، طعمه حلو قوي وطعم الزبده باين فيه. الطبق ده جامد قوي قوي قوي، باين عليه فيه روزماري اهوت. الطبق ده حكايه. ده شكله كده عجبنا اكتر طبق النهارده. شكله مطبوخ. هو شكل الطبق ده اللي اقول لكم على طريقته جامد قوي. نجربه بالعيش الاول. نجربه بالعيش اللي معاه ده الاول. هضطر اعلق المايك بقى اسفه. نجرب العيش اللي هو البراطه ده. عامل شبه الفطير كده بس على رفيع شويه. مش الدوشه دي والله، بس العيش مورق خالص. عامل شبه الفطير جدا يعني. حاول ناخد لقمه دي كده. نضرب بسم الله. حلو قوي العيش ده. حلو قوي العيش حكايه. العيش حكايه. ممكن بقى ناخد شويه فراخ من ديت كده. ناخد حته حلوه كده نحطها هنا على الرز ونجربها بالرز. مع الرز احلى واحلى. الرز علاها جدا. لا مع الرز جامده. الفراخ دي جامده قوي قوي قوي. جامده مع العيش وجامده مع الرز، جامده مع اي حاجه. جامده قوي قوي. نخش على الحاجه اللي قبل الاخيره. كمان انا كان نفسي اجيب حاجات اكتر من كده والله، بس هو ده اللي موجود حاليا. هو بيقول لي بقيه الحاجات كلها خلصانه او مش موجوده او ما بيعملهاش دلوقتي او كده. ده اللي موجود. وانا كنت عايز اجيب لكم مطعم هندي يعني. فده مطعم هندي اللي بيعمل حاجه على اصولها. تعالوا ندوق بقى طبق اللحمه ده. احنا قلنا فيه ايه؟ لحمه مع بصل وطماطم وفلفل اسود وتوابل الكشميري. تعالوا ندوق توابل الكشميري دي شكلها ايه. ندوق بسم الله. هي لحمه حته موزه دايبه يعني. اللحمه موزه دايبه مش مستويه، دايبه. اللحمه دوك تحطها في بقك ساحت مش موجوده خلاص. اللحمه حلوه جدا جدا جدا. الصوص بقى اللي معاها ده سبايسي شويه كده وغريب يعني. حراق وحلو، مش حراق قوي. حراق مش فاهمه بس هو حلو يعني. هو عموما الشيء اللي انا اكلته ده حلو. ناخد حته عيش كده وندوب العيش. خدنا حته بالعيش اهي. تمام. لقمه محترمه اهي. يلا ندوق بسم الله. لا مش ماشي معاها او مش احسن حاجه معاها يعني. ندوق بالرز برضه. معلقه مع الرز بسم الله. الفراخ
كانت اليق مع العيش مع الرز. اللحمه اليق مع الرز عن العيش، بس لا يفضل برضه التشيكن باتر احسن بكتير، باتر التشيكن احسن بكتير كتير قوي يعني. تعالوا بقى ندوق اخر حاجه معانا، وهي الكيكه الغريبه قوي دي. بصوا ناشفه قوي يعني طوبه تحدفها في حد ترجع لك تاني، مش عارف اخش ازاي. تعالوا نقسمها الاول. شكلها من جوه اصفر كده واخده كركم. تمام يلا ندوقها بسم الله. ايه ده؟ هي مسكره فيها سكر، بس انا دقت طعم بهارات هنديه مش عارف، بس انا دقت طعم البرياني هنا مش فاهم، بس حلو يعني. لو معاه واحد شاي مصاله مثلا تبقى حلوه جدا، بس ما فيش دلوقتي برضه شاي مصاله، كنت جايبه بس ما فيش برضه. كان في حاجات اكتر من كده والله بس ما فيش يعني. كان نفسي ازود الفيديو عن كده بس ما فيش حاجه. بالنسبه لي اكتر حاجه عجبتني الباتر الشيكن، فدي انا هعملها وش يعني اعملها. والبرياني تاني اكتر حاجه، وبعدين اللحمه، بقيت حاجات حلوه يعني، العيش حلو والسلطات كل حاجه حلوه. بس كده تنسوا بطن لايك شير. مبدئيا بس انا جبت لك المطعم ده عشان ده هندي غير المطاعم الهندي المتمصره اللي هي الانديان جيت ومهراجة والحاجات دي هندي متمصر، لكن ده هندي. فانا بحاول اجيب لك الحاجه من منبعها يعني. بس كده تنسوا بطن لايك شير سبسكرايب في القناه. كل سنه وانتم طيبين، خلاص داخلين على العيد اهوت، ويلا السلام.